هنتكلم عن دار عطر إيطالي نيش من زرجوف وهو كازاموراتي، وهنتكلم عن فلانكر ليرا من كازاموراتي. فلانكر ليرا من كازاموراتي اللي بيصنف العطور النسائي، وأنا ضد التصنيف ده لأن أنا بشوف إن هو يعتبر من العطور الجورماند. كلمة جورماند بتطلق على محبين رائحة الطعام. طب إيه هي ريحة الطعام اللي موجودة في كازاموراتي ليرا اللي بتخليك إن أنت ممكن تروح تشتريها أو ما تشتريهاش؟ كازاموراتي ليرا موظفة نوتة المخبوزات أو نوتة الطعام في هيئة برفيوم بطريقة شيك جدا. عارف لما تبقى واقف في فرن وفي نفس الوقت تطلع رائحة المخبوزات الجميلة اللي موجودة منها الفانيليا والقرفة والكراميل، تبتدي ان انت عايز تقف في المكان بس عشان تفضل شامم رائحة المخبوزات دي قاعدة العطر اللي موجودة في كازاموراتي. بيجي الافتتاحية بتاعتها بيحط زهرة برتقال مع اللافندر، بتقلب على برفيوم بشكل شيك مع وجود بعض نوتات الياسمين اللي هي لو كانت زادت عن كده كانت قلبت فعلا نسائي، لكن هي محطوطة بشكل متوازن جدا ما بين الطعام اللي موجودة فيها من المخبوزات مع زهرة برتقال واللافندر، وده اللي مخليها برفيوم شيك مهدئة للأعصاب، مريحة جدا، مش مزعجة خالص. الأداء بتاعها أداء مميز ثابت، لكن مش فواح بدرجة كبيرة. الفوحان بتاعها اقدر اقول ان هو للناس اللي هي ما بتحبش انها تكون عاملة ازعاج في المكان، فكازاموراتي ليرا هي محققة النقطة دي بس. وشكرا، وكل ده اللي انا عايز اقوله عن كازاموراتي ليرا.